ما هو أفضل شيء يعين على الإخلاص؟ نعم، يعين عليه أمور تجلب على العبد خشية الله عز وجل ومخافته. ومن تلكم الأمور: الأول كثرة قراءة القرآن مع تدبره ومعرفة وعده ووعيده وأوامره ونواهيه، فيمتلئ قلبه شوقا إلى ما وعد به في القرآن وخوفا مما توعد عليه في القرآن. الثاني كثرة النوافل، المحافظة على الفرائض في أوقاتها مع الاستكثار من النوافل. الثالث أن يسارع إلى الأوامر قدر الاستطاعة، والابتعاد عن النواهي بالكلية، لا يقرب منها شيئا ولا يقرب حماها. هناك أمر وهو مجالسة أهل الصلاح والتقى في الظاهر حيث تيسر له، يزورهم أو يستزيرهم أو يجالسهم في المسجد. نعم، هنا يقوى يقينه فيقوى إخلاصه لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الإخلاص ليس مثل المتابعة يكتسبها المرء بالعلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فهو أمر من الله عز وجل يهبه من يشاء، ولكن هذه الأشياء يعني طرق وسبل تعين المرء على أعماله من فعل أوامر واجتناب نواهي وخوف لله سبحانه وتعالى. نعم.